رجاء ننشر الشريط هذا عشان الناس تعرف الوضع وعشان تسير. يا بترجي، كنت أشوف أبوي مكسور وفقير، ما هو قادر يشتري لي ثوب للعيد الكبير، وكنت أوقف له على دربه وهو رايح يصلي، لو يصير اللي يصير ما تحرك من محلي، قصدي أوريه ثوبي اللي ما يستر جنوبي. كان ينظر لي بعين الحزن ويقول: أنت عادك يا بترجي. أسأله وندري أن العيد بكرة، كان يحضني وفي عينه دموع الفقر وشعور الحيارة، كان يتكلم معي ويقول لي: كله بأجره، وارجع أواسيه وارمي كل همي فوق صدره. ليتك شفتنا في وقتها، تعرف وش يعني الحيارة والفقارة والدلع. يا بترجي، لو حضرت الاحتفالات الصغيرة، احتفالات الأسر في كل ديرة، ليت الاحتفال بعيد ميلاد أو مشاريع أو شهادة عالمية، احتفال بمنطلع مقبول في مشروع حافز. روح خذ جولة على بعض القرايا والمراكز، روح إذا ما تدري أن الفقر والحاجة لها مخلب وناب. لا تحاسبنا قبل يوم الحساب، ولا تمادى بالعتاب، ولا تهايط بالكذاب. ما هو بس انت اللي تحب الحكومة، وانت وامثالك لعبتوا في مشاعرنا، منت بالحالك مواطن واحنا ما نفهم عشان تقول للناس انشروا. ما قلت بالخط العريض، ولو دخل عندك مريض واكتشفت انه فقير، ربما تزهم له السكيورتي وتقول شوفوا له طريقة، افرشوا له في الحديقة، واضمدوا جرحه بشيء ما يعيقه، حتى لو غترت صديقة أشعروهم بالعناية، واخبروا من جابه إن ما فتحناها تكية، أبلغوا من عنده استفسار أو عنده شكية، لا يجي عندي يمر على السكرتيرة زكية. لسه عندك عين تحكي يا بترجي، أنت لو كحيت سافرت لأوروبا باقي عندك وجه تحكي يا بترجي. كل شيء ممكن تعوضها الدراهم إلا تجريح الكرامة، ما يداويها طبيب ولا تمرجي. يا بترجي، هل رأى الناس غيارى مثلكم أم رأى الناس فقارى مثلنا؟ سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني.